السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ببلغكم تحياتي وتقديري. احنا سفنكس للتسويق العقاري. النهارده بقدم لكم عنبر للإيجار لتسمين الماشية. هو مشروع قائم بالفعل، لسه جديد منفذ. احنا بنقدمه للإيجار مش للبيع. المشروع اللي معانا النهارده ده للإيجار السنوي. بنعفيك من المجازفة لو انت بتفكر تشتري أرض علشان تعمل مشروع لتسمين الماشية. احنا بنعفيك من المجازفة وبنقول لك بلاش تغامر. بنقدم لك مشروع للإيجار، إيجار سنوي، مشروع جديد لسه مصمم ومنفذ جديد بالكامل. تقدر تأجره لمدة سنة وتشوف المشروع اشتغل معاك وربنا كرمك، تقدر تشتري برضو من خلالنا ونوفر لك أرض وتشتري اللي انت عاوزه. بس في البداية يا ريت ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك الجميل بتاعك علشان عروضنا دايما تصلك باستمرار. احنا في الطريق في منتصف العنبرين. طبعا الاريا اللي عندنا او العنبر اللي عندنا مقسوم نصين، نص جمالون على اليمين مغطى مساحة وباقي مساحة مكشوفة علشان خاطر استغلال ضوء الشمس وأشعة الشمس. ده العنبر اللي على اليمين وده العنبر اللي على اليسار. ده الطريق اللي في النص اللي هو الطريق الخاص بتوزيع العلف على اليمين وعلى اليسار للعنبرين. عندنا كمان غرفة عزل كبيرة للصغار لو انت هتشغل أمهات كبيرة. العنبر عندنا فيه 6 أحواش، كل حوش بالمساحة اللي أمام الكاميرا دي. حاليا عندنا 6 أحواش، كل حوش بيشيل 20 راس كبيرة أمهات أو تسمين أعمار كبيرة. يعني العنبر اللي معانا، العنبرين اللي معانا دول، العنبر ده بيشيل في الأعمار الكبيرة 120 راس كبار وبيشيل ضعف المساحة لو انت هتربي صغار او اعمار متوسطة. يعني يشيل معاك 240 راس لو انت هتسمن اعمار صغيرة، ويشيل معاك 120 راس. وعندنا حوش للعزل، طبعا ديت الاماكن المخصصة للمية، توزيع المية. كل عنبرين فيهم حوض زي ما احنا شايفين كده امام الكاميرا، مسؤول عن توزيع المية. وده الاماكن توزيع العلف. طبعا الجمالون والعنبر ده مصروف عليه رقم كبير جدا علشان يكون بالشكل ده. احنا بنأجره إيجار سنوي لمدة سنة. المكان اللي موجود فيه العنبر عبارة عن مزرعة محاطة بسور من جميع الجهات، وفيها سكيورتي، أمن وحراسة 24 ساعة. يعني انت في مكان آمن 100%. السكيورتي والأمن والحراسة بيتحملها المالك اللي هو صاحب المزرعة. هو ما عندوش أي رغبة في تشغيل العنبر، هو يرغب في إيجاره. المية متوفرة داخل المزرعة، الكهرباء داخل المزرعة متوفرة. احنا الكهرباء بره، هوريكم البانل واحنا خارجين بتاع الكهرباء. ولكن خلينا نوريكم غرف العزل. المكان طبعا كان مجهز بالكامل ولسه جديد، يعني المكان جديد. هو ما نزلش فيه غير حوالي ممكن 20 راس او 30 راس وبعد كده وقف التربية. نلف العدسة كده واحنا في زاوية جانبية عشان نشوف المكان من بعيد شوية. ده العنبر اللي معانا ودي غرفة العزل او عنبر العزل اللي موجود. طبعا العنابر كلها فيها زناقات، في زناقات في الاخر للتحميل، هنروح نبص عليها. ده مكان برضو مخصص للتحميل وده ممشى الزناقات. طبعا لو هنلاحظ الخرسانة لسه جديدة والحديد برضو لسه
جديد. طبعا ننوه ان احنا بنوفر المكان ده، العنبر اللي احنا صورناه الخارجي بره، بمخزن لتخزين لو انت هتخزن اكل خاص بالعنبر بالشغل بتاعك، ده مكان مخزن لتخزين الاكل ولتخزين الاعلاف اللي هو بره ده، مع توفير غرفة وحمام للعمال اللي هيكونوا موجودين. الإيجار طبعا هيكون قيمته 200,000 جنيه، ده رقم سعر نهائي بالنسبة للمالك، والإيجار بعقد إيجار فيه مثبت المدة المتفق عليها للإيجار مع ضمان حقوق المؤجر كاملة. السعر كده مطلوب 200,000 جنيه في السنة. لو في حاجة ناقصة تقدروا تتواصلوا معنا على أرقام التليفونات الموجودة، وهنبلغكم لو في أي تفاصيل ناقصة نقدر نرد عليكم بالتليفون. ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة علشان عروضنا دايما تصلك باستمرار. ببلغكم تحياتي وتقديري، احنا سفنكس للتسويق العقاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.